بقول لك 5000 يورو عشان الجيش. بعد 10 سنين هنا في ايطاليا بتاخد الجنسيه، تاخدها ولا مش هتاخدها؟ خدها طبعا. طب ليه بقى؟ سنه ولا حاجه كان بيقول لك 5000 يورو عشان الجيش. وكلنا جبلنا بالامر الواقع وعايزين عشان نرجع نشوف اهالينا ونشوف قواتنا ونشوف ناسنا. السنه دي جاي يقول لك 7000 يورو. انا واحد من الناس، انا هنا بقالي سنتين او اكتر، اوفر 7000 يورو ازاي وانا واحد لسه بادئ حياتي ورايا مطالب كتير كابويا وامي وكل حاجه. فبالتالي الجنسيه افضل حتى لو الصبح حتى ننزل نقف نشوف اهلي وناسي. انا جيت هنا عشان خاطر ان انا احسن من مستواي. انا كنت هناك في مصر عايش وبشتغل وحياتي مبسوطه وما كانش ناقصنا حاجه من ابويا ولا امي ولا اي حد، بس حبيت ان انا اسافر واجي واغامر بحياتي بحالها عشان ان انا اوصل لهدف معين، ان انا انقذ نفسي حتى شويه من حياتي اللي انا فيها. لكن انت النهارده جاي تقول لي 7000 يورو لواحد زيي او اصغر مني. انا النهارده انا مش لوحدي، انا معايا اخويا هنا، انا ما نجيب مننا 14000 يورو. هو انت مش مجبر؟ لا مجبر لانك انت قبلت لي الجوازات. انت تعرف جد الجواز من غير ما يبقى معاك شهاده الجيش؟ هو كده عملها لك انك اجباري مش اختياري حتى. عاملها للناس اللي هي معاها الفلوس دي